كتير بنفصل بين التخصصات ونقول ده دكتور قلب وده دكتور عيون وده دكتور سكر، لكن الحقيقة جسمك شبكة واحدة، وأكتر مكان بيظهر فيه التعب هو شبكية العين. ليه الشبكية تحديدا؟ لأنها شبكة أوعية دموية دقيقة جدا، والتغيرات في الضغط أو السكر أو ضخ الدم بتأثر فيها بسرعة، فبتدي علامات مبكرة جدا. قبل حتى ما المريض يشتكي من تعب في القلب أو مشاكل في الكلى، الشبكية ممكن تكون أول إنذار. مظاهر التأثر في الشبكية: نزيف بسيط في العين، ارتشاحات، انسداد في شرايين أو أوردة الشبكية، تغير في لون العصب البصري، أو فقدان رؤية جزئي مفاجئ. ده مش بس بيأثر على النظر، لا ده كمان مؤشر لحالة القلب وضخ الدم. أمثلة حقيقية بشوفها كل يوم: مريض ضغط عالي مزمن جاي يشوف بعينه بقعة سوداء، نلاقي نزيف في الشبكية. مريض سكر مهمل جاي بجلطة صغيرة في الشبكية. مريض قلب بيدوخ وبيشوف خيالات ويطلع عنده ضعف في عضلة القلب بسبب ضعف تروية العصب البصري. طيب يا دكتور ازاي احمي نفسي؟ تراجع دكتورك كل 6 شهور. لو لاحظت زغلله، بقع او ضعف مفاجئ في النظر ما تستهونش. سكرك مظبوط وضغط منتظم ومتابع قلبك كويس. اهم نصيحه: صحتك كلها متشابكه، ما ينفعش تتابع عضو وتسيب الباقي. ملخص النصايح: عندي 5 نصايح مهمين جدا في الموضوع ده يا جماعه. فحص قاع عين دوري كل 6 شهور، قياس ضغط وسكر منتظم، تظبيط الجرعات مع دكتورك، ما تاخدش العلاج لوحدك. اي تغير في النظر او رؤيه بقعه سوداء او زغلله لازم تروح للدكتور فورا. حافظ على اكلك ونومك ومتابعتك، وعينك مرايه لقلبك.